عملنا التصاميم، عملنا الديزاينز بتاعتنا وعملنا الستور وكله تمام، بس مفيش مبيعات ومش عارف اسوق، وبص الدنيا قدامي سوداء. ان شاء الله في الفيديو دوت هنتعلم ازاي نسوق مجانا من غير اي فلوس وفي وقت قليل. بص الدنيا جميله. السلام عليكم شبح التسويق. النهارده ان شاء الله سريعا او براحتنا، يعني مش سريعا ولا حاجه، نتكلم عن التسويق المجاني. ايوه المجاني، نوعك المفضل، النوع المفضل لك كمان. طبعا يا باشا انت ايا كان بتشتغل برنت اون ديماند، اونلاين بيزنس، اوف لاين بيزنس، حتى عارف ان التسويق دوت حاجه مهمه جدا جدا للشغل بتاعك. يا عم حتى لو انت كنت شغال او معتمد على الترافيك الاورجانيك اللي في المواقع زي بريد بابل او ايا كان شغال على ايه، والموقع هو اللي بيسوق لك، هو اللي بيدفع فلوس في اعلانات، فمش كويس قوي ولا امان انك تحط نفسك تحت رحمه التسويق بتاعهم. يعني يا فندم الامن والاحسن ليك ان انت تبقى على الاقل فاهم يعني ايه تسويق وبتسوق لشغلك بنفسك، مش معتمد على اي حد تاني. طب التسويق المدفوع ولا المجاني؟ والله يا فندم هو في هنا ميزه وعيب وفي هنا ميزه وميزه، لان المجاني الصراحه مفيش فيه عيوب يعني. لا بجد، بص قبل ما اقول لك هنظبط ازاي في التسويق المجاني، تعالى افرق لك بين الاثنين، او على الاقل الفروق اللي هي القويه جدا. التسويق المدفوع يا فندم حاجه بتوصلك للناس بسرعه، تمام، وبتوصلك لعدد كبير برضه في وقت قليل جدا، بس هو فيه تقريبا بتاع 3 عيوب قاتلين يعني. اول حاجه هو موضوع ان هو مدفوع اصلا بفلوس، يعني انت بتريسك او بتخاطر بفلوس. الحاجه الثانيه، انت علشان تعمل تسويق مدفوع محترم ويجيب لك نتائج او عائد اكبر من اللي انت دافعه في فلوس الاعلانات، لازم تكون اتعورت كذا مره، يعني لازم تكون اتعلمت بفلوس او ضيعت فلوس من الاخر في اعلانات علشان تتعلم ازاي تعمل تسويق مدفوع. المشكله الثانيه واللي هي بالنسبه لي الاكبر، ان انت بتعمل دوت مره واحده بس، يعني المنصه اللي تسمح لك ان انت تعمل تسويق عليها بتقول لك تعالى يا عم هعمل لك اعلان وادفع لي، بس مجرد بتوقف الدفع هي بتوقف الاعلان بتاعك. علشان تستفيد منه تاني لازم تدفع له تاني، طبعا هو شايفك زبون وعايز يكسب منك كل مره. طب وانت ليه يا معلم؟ في حاجه اسمها تسويق مجاني عادي، الدنيا جميله، بس عشان ما نظلموش، انت لو اتعلمت تسويق مدفوع كويس هتوصل لنتائج حلوه جدا وكل حاجه، بس ده مش موضوعنا. نيجي بقى للتسويق المجاني. بص يا معلم، التسويق المجاني ده حاجه حلوه جدا واداه قويه جدا تحت ايدك، يعني تاكلك الشهد. الميزه طبعا الكبيره ان الترافيك دوت او الناس ديت موجودين تحت ايدك على طول، يعني ممكن توصل لهم اي وقت وباي منتج وباي شكل انت عايزه، يعني مش مفتوح قوي كده، بس يعني في حريه كبيره عن التسويق المدفوع. يا سلام بقى لو انت باني علاقه معاهم، يعني مثلا عارفينك او عارفين النيتش بتاعك، ويعني بص بياخدوا ويدوا معاك كده وبيتفاعلوا بالكومنتات وبتاع، الموضوع بيبقى معاك بروفيتابل قوي، يعني كنز، انت قاعد على كنز. والعيب بقى في موضوع التسويق المجاني ان انت هتصرف وقت ومجهود عبال ما توصل ان انت يبقى عندك مصدر ترافيك تقدر تتحكم فيه براحتك وتعلن قدامه براحتك. هو ده بقى عصب الفيديو بتاعنا. احنا النهارده ان شاء الله هنسهل العمليه دي جدا، بحيث بكل سهوله وفي وقت قليل جدا بقى عندك الناس الفولورز بتوعك او السبسكرايبرز بتوعك تتنطط بقى قدامهم، تعلن عن ديزاينات برنت اون ديماند، بص اللي انت عايزه. لا فيسبوك بقى يقول لك والنبي الفيزا بتاعتك مش مقبوله، او يقفل لك حسابك الاعلاني، او يطلب منك فلوس كتير، او كل الكلام الفاضي دوت يعني. قبل ما تبدا في التسويق المجاني لازم تفهم حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي الكونسيستنسي او الاستمرار. علشان يبقى عندك مصدر محترم على النت، وليكن اكونت بنترست او انستجرام او فيسبوك او اي حاجه، لازم تستمر على الموضوع وتبقى موجود. ليه بقى؟ لان المنصات ديت برضو مش سهله. هو بيقول لك يا عم مش تيجي تدفع عندي فلوس عشان اعمل لك اعلان، خلاص تضمن ان انت تبقى موجود بشكل دوري او بشكل شبه دائم علشان اقدر اوصل بينك وبين الناس. يعني من الاخر ورينا وشك على الاقل 5 مرات في الاسبوع ولا 3 مرات في الاسبوع، بص ورينا وشك وخلاص. لو كل يوم يبقى كويس، بس انا كحد مش فاضي ان انا كل يوم بقى ادخل انزل بوستات وكلام فوق دوت يا فندم، ده عصب الفيديو. ان شاء الله في الفيديو هنتكلم عن اداه محترمه جدا جدا، وهي تيل ويند. ديت بتدخل تعمل البوستات بتاعتك كلها وبتظبطه ينزل في الميعاد الفلاني على المنصه الفلانيه في الاكونت الفلاني. بص حاجه منتهى الدلع. يبقى انت يا فندم بدل ما تضايق نفسك او تلزم نفسك ان انت تدخل كل يوم على منصات مختلفه او اكونتات مختلفه وتقعد بقى تعمل شغل وتنزل بوستات وكده، هم 10 دقائق في الاسبوع كله تعمل احلى بوستات بروفيشنال من غير فوتوشوب من غير اي حاجه، وتظبطهم ينزلوا امتى بالظبط وانت نايم والدنيا معاك لذيذه. كفايه رغي بقى وتعالى ندخل في الشغل العملي. بص يا فندم، لما تكتب تيل ويند او تفتح اللينك اللي تحت هتلاقي الموقع زي ما انت شايف كده، بيقول لك انت ممكن تساين اب او تسجل يعني في الموقع باكونت البنترست بتاعك او انستجرام. بص انا اسف هنقولها بسرعه، لو انت مش عارف يعني ايه بنترست، ديت منصه زي انستجرام بالظبط، بس بتسمح لك تحط اللينك في كل بوست، انما انستجرام اخرك تحط لينك واحد بس في البايو بتاعك او في البروفايل بتاعك. الميزه الكبيره في بنترست ان انت البوستات ما بتموتش هناك، يعني ممكن البوست يظهر تاني وتالت ورابع عادي، انما الانستجرام انت نزلته مره واحده هيظهر شويه يوم 2 3 شكرا كل سنه طيب خلاص البوست مات، لازم حد يدخل على البروفايل بتاعك ويفر كده عشان يجيب البوست بعينه تاني. فالميزه العظيمه في بنترست ان هو عامل زي محرك البحث، يعني البوست ممكن يظهر مره واثنين وثلاثه ويعمل مبيع واثنين وثلاثه بعدها بشهرين 3 عادي، الدنيا جميله. المهم يا فندم دوت هنسجل اكونت مجانا من فوق، نضغط على فري ترايل وتسجل مثلا بالبنترست بتاعك.
طبعا لو ما عندكش اكونت على بنترست روح اعمل واحد ببلاش وتعالى هنا تاني، اوتوماتيك هتلاقيه فتح لك موقع بنترست. هتعمل لوجن هنا بالايميل والباسورد، ولما تدخل خلاص انت كده سجلت على تيل ويند باكونت البنترست بتاعك. تدخل بقى يا باشا على المنصه العظيمه ديت، تعمل لك كام بوست كده في 10 دقائق تظبط ينزلوا فين بالظبط وامتى. هتجيب من الشمال من هنا كرييت. طبعا تيل ويند كرييت اداه بروفيشنال جدا هم اضافوها مؤخرا، هتسهل علينا الموضوع بتاع ان احنا نظبط البوستات اساسا يعني. بص بقى يا سيدي، اول حاجه بتعملها طبعا هي الصور اللي هتحطها في البوستات بتاعتك او في البوست بتاعك. استنى بقى عندك يا معلم، قبل ما ندخل في موضوع الصور دوت لازم تبقى عارف ان نوع البوستات اللي هتنزله نوعين، يا اما صوره المنتج بتاعك اللي هو الديزاين مثلا او التيشيرت او اي حاجه بحيث الناس لما تشوفها وتعجب بيها تضغط على اللينك وتروح تشتري، الدنيا جميله. النوع الثاني بقى وده اللي هتكتر منه اصلا في الاكونتات بتاعتك او في التسويق بتاعك، وهو الهايجين كونتنت، هم بيسموه كده في الماركتنج. وده نوع البوستات اللي يعني بص بتربي زبون، يعني بتصلح الدنيا كده بينك وبين الراجل اللي بيتابعك او اللي ممكن يتابعك. وهنا انت ما بتركزش على المنتج بتاعك ولا بتقول له تعالى اشتري ولا اي حاجه، انت بس عايزه يعجب بالكونتنت، عايزه يبقى موجود يدخل على البروفايل، الدنيا جميله يعني. يعني لو انا مثلا بتكلم في نيتش القطط هنزل صوره قطط مثلا بتضحك بتلعب اي حاجه، لو بتكلم في الفيشنج هنزل احسن وانضف صور في الفيشنج علشان المهتمين ياخدوا بالهم مني، مش هنزل تيشيرت عليه فيشنج واقول له تعالى اشتري. فرق بين الاثنين، بس ده هنعمله برضه دلوقتي. بص دلوقتي لما اجي ارفع النوع الاولاني اللي انا ببيع فيه المنتج بتاعي هستخدم زرار ابلود علشان ارفع الديزاين بتاعي او صوره الموك اب اللي عليها الديزاين بتاعي كده يعني. النوع الثاني اللي هو العادي اللي مفيش فيه مبيعات، بتضغط ستوك فوتوز من هنا وبتختار مثلا النيتش بتاعك وليكن الفيشنج، وهنا هتلاقي صور اتش دي محترمه تقدر تستخدمها، منها المجاني ومنها المدفوع. لو انت عامل اكونت مجاني وناوي ان هو يفضل مجاني ممكن تختار دوت يعني، لو هتدفع اشتراك ممكن تستخدم دول. نصيحه بقى كويسه وانت بتختار الصور، حاول تخليهم كلهم نفس الثيم او نفس الالوان قريبه من بعض. يعني مثلا الصوره اللي هنا ديت كلها لبني كده وازرق خفيف، ما ينفعش تروح تختار واحده فيها شمس وسانسيت، البوست بتاعك هيبقى منعكش كده وعشوائي، العشوائيه دي حاجه مش حلوه. يبقى خلاص هنختار صور الالوان فيها قريبه لبعض. تاني نصيحه بالنسبه لموضوع الصور، حاول على قد ما تقدر الصور يبقى فيها اشخاص او ناس، لان دوت بيجذب الانتباه اكتر، او احنا بنحب نشوف بعض كبشر يعني، ما تجيبليش صوره ساده كده وخلاص. يعني ناخد الراجل الكباره اللي قاعد بيصطاد دوت، الراجل برضو اللي مش كباره اللي قاعد بيصطاد ده، والراجل الكباره دوت برضو. لما بتحدد الصور من هنا اوتوماتيك بيعمل لك تمبليتس او قوالب جاهزه على اليمين من هنا. خلاص يا عم احنا حددنا 3 صور، نيجي على تاني خانه من الشمال وهي التكست. هنا لو انت في النوع الاولاني ممكن تكتب اسم التيشيرت مثلا، او تقول مثلا نيو كوليكشن فول تيشيرت فيشنج تيشيرت اي حاجه. بس علشان احنا هنا بننزل البوستات العاديه ممكن نكتب جمله عاديه برضو وهي السمر فيشنج، جمله بسيطه يعني. بتختار الخط او تسيبه زي ما هو، بعدين تيجي على الكالر باليت، مجرد ما تغير الالوان من هنا هتلاقيها بص ظبطت معاك في القوالب كلها. طبعا هيبقى من الذكاء منك ان انت تستخدم الوان ليها علاقه برضو بالفيشنج، زي اللي هي الالوان البارده اللي هي اللبني والازرق يعني. بص ب 2 جنيه جرافيك ديزاين هتعرف الحاجات دي، مش مشكله، اللي يجي معاك يا عم اعمله. خلاص هو الازرق فعلا ماشي على الموضوع يعني. بقول لك ايه، مبسوط مش مبسوط؟ استمتع. اخر حاجه معاك هي خانه البراندنج. البراندنج بص بيدي البوست بتاعك حته بروفيشنال شويه، فانت ممكن تثبت اسم الستور بتاعك او اسم البراند بتاعتك وتلزقه في كل البوستات. انا بالنسبه لي هنا مثلا عامل MSM او خليها MS بس على اساس اختار محمود سعد ستور، MS ستور، او ممكن اخليها مثلا فيشنج جيكس ستور. براندنج لذيذ وبص بيخطف العين على طول. انت في دقيقه واحده عملت بوست محترم، الوان بروفيشنال ماشيه مع بعض، صور HD ليها علاقه بالنيتش بتاعك وكويسه وماشيه مع بعض برضو من ناحيه الالوان، وحطيت البراندنج بتاعك وخلصت القوالب يعني كانك قضيت فيها ساعات اوريدي. خلاص دوت مثلا عجبني هضغط سيلكت، دوت طبعا لازم اضغط سيلكت لان هو محترم، ده جميل جدا جدا جدا، ده لذيذ الصراحه، بس هو مكرر الصوره ديت فانا مكسل ادخل اعدله. تعالى مثلا على دوت ممكن اضغط اديت من هنا واجي على الصوره ديت واعمل لها ديليت. خلاص تمام كده، اعمل دي كمان ديليت برضو، انزل ديت تحت. تمام. بص انا مكسل بصراحه، فانا هسيبني اصلا من التمبليت دوت واختار واحد تاني، ده كويس. لو اخدت بالك من فوق هتلاقيه بيقول لك احنا هنا بنتكلم عن البوستات بتاعه بنترست، ممكن تدخل جوه اي واحده منهم وتحدد نوع البوستات. يعني انا هنزل ستوري على الانستجرام فاختار دوت معايا، وهنزل برضو نفس البوست دوت او نفس الصوره ديت على الفيسبوك. خلاص خلصت، تضغط على السهم الصغير اللي فوق ده. لو عايز ارجع في كلامي هعمل دي سيلكت من هنا، يبقى انا معايا دول بوستين 3 جوه، واحد لذيذ برضو اخترناه من تحت. هنعمل ريفيو ديزاينز، وهنا يا باشا بيفردهم لك كلهم جنب بعض. لو حابب تعمل اي تعديل معين، حابب تضيف نوع بوستات معين، بص الدنيا كده جميله.
يلا سكادول ديزاين. كده انت خلصت الخطوه بتاعت ان انت تعمل بوست احترافي بسرعه، وحددت المنصات اللي هننزل عليها كمان. هنظهر لك بس تحديث معين كده ان احنا حددنا الانستجرام بس ما ضفناش اكونت الانستجرام اصلا، وبرده هنا الفيسبوك وما ضفناش اكونت الفيسبوك. فممكن تضغط هنا وتاد انستجرام اكونت، او على الفيسبوك تضيف اكونت الفيسبوك بتاعك. طب هنكمل زي ما هو. هتلاقي الراجل من احترامه مدخلك على الصفحه اللي انت اصلا كنت بتستخدمها على بنترست علشان تنزل البين بتاعك او البوست بتاعك. اول حاجه طبعا العنوان بتاعك خليه مثلا سمر فيشنج، خليه جيكس برضو، هتبقى ربطتها بالبراند بتاعتك. الديسكريبشن تكتب وصف ليه علاقه بالصور بتاعتك او بالبوست بتاعك، وليكن يا فندم سمر از هير ليتس كاتش ذيس فيش. مش عارف ذيس تنفع ولا ايه، تنفع ان شاء الله. شويه ايموجيز بقى. بص علشان بس ننجز، المفروض ديسكريبشن بترمي فيه التاجز بتاعتك او الكي ووردز بتاعتك، لان زي ما قلت لك بنترست مكان بحث سيرش انجن، فالديسكريبشن اهتم بيه شويه. بعد كده بتحدد البورد بتاعتك اللي تحط فيها البوست دوت. طبعا ده نظام بنترست، تبقى هناك بورد معينه، لوحه يعني بنعلق عليها البوست. لو مش فاهم ولا يهمك، كمل بس الاخر وابقى افهم بنترست بعدين. المهم دي حاجه انت بتعملها اصلا في الاكونت بتاعك على بنترست يعني. دي بقى خطوه مهمه جدا وانت بتعمل بوست، وهو اللينك بتاعك. طبعا هنا هتحط لينك للستور بتاعك، مش محتاجه يعني. الجميل بقى في بنترست ان هو بيقترح عليك تنزل البوست دوت امتى. لما تنزل كذا بوست هو بيحلل الداتا بتاعت الفيورز بتوعك، وبيقول لك الناس اكتر حاجه بقوا موجودين الساعه كام، موجودين مثلا ايام ايه، فنزل بوست في الوقت ده. انت ممكن تسيبك من دوت وتنزل في الميعاد اللي يناسبك برضه. هتضغط يوز كاستم تايم من تحت وتحدد مثلا التاريخ، يبقى يوم 23 اكتوبر الساعه كذا الوقت الفلاني، سكادول بوست. يقول لك يا باشا خلاص الموضوع تم، وبتيجي بقى يا باشا على تاني بوست وبتعمل نفس الموضوع. طبعا انت الاحسن انت تاخد نفس العنوان والديسكريبشن وتغير فيهم علشان تشوف النتائج هتعمل ايه معاك، انهي بوست فيهم اللي ظبط اكتر. بتكمل برضو للاخر وبتضغط سكادول في الميعاد الفلاني. نيجي بقى لموضوع الجدوله دوت. انت لما تجيب طبعا الصفحه الرئيسيه بتاعت الاكونت بتاعك هتلاقي هنا التواريخ، وتلاقي البوستات اللي المفروض تنزل امتى. يعني مثلا دوت بوست نزل الساعه 3 النهارده الساعه 3 الصبح، خلاص جنبه علامه صح. وهنا بوست تاني هينزل الساعه 5، في بوست تاني اليوم الفلاني، على حسب ما انت مظبطهم يعني. طبعا لو انت عامل اكونت مجاني هتلاقيه بيقول لك اخرك 20 بوست في الشهر، ومش كل الصور تقدر تستخدمها. دي حاجه حلوه، الصور كويسه و20 بوست ممكن يبقوا كويسين، بس انا بحب اخد راحتي الصراحه. تيل ويند لو حابب تدفع فيه فلوس، وانا بنصحك بصراحه لان هو حاجه تقدر تستثمر فيها بقلب جامد. اقل خطه عندهم وهي البرو، انا مستخدمها بصراحه ب $9.99، يعني $10 من الاخر. بتديك يا سيدي اكونت واحد على الثلاث منصات، وتقدر تجدول 100 بوست، وممكن تعمل 200 بوست بالاداه بتاعتهم اللي هي كرييت يعني. ويا فندم لو انت اصلا شغال على كذا اكونت بكذا نيتش، يعني مثلا عندك 2 3 انستجرام كل واحد في نيتش معين، يبقى تحتاج تدخل في الخطه الادفانسد ديت، اشهر واحده عندهم اصلا. ديت ب $19 وفكه، بيديك اكونتين على كل منصه، وتقدر تجدول لحد 1000 بوست. طبعا بص يعني هيصه. والله عايز نصيحتي، انت ممكن تجرب الموضوع دوت وهيعجبك بالخطه الصغيره اللي هي $10، وتظبط 3 بوستات في اليوم، 3 في 30 ب 90 بوست. يبقى انت كده خلصت ال 100 بوست اللي عندك. طبعا في يوم هتنزل في 4 ولا حاجه، يعني ما تسيبش المال لما تقفلهم. قبل ما نقفل الفيديو بفكرك ان ما ينفعش تبقى عايش معانا في الزمن اللي احنا فيه دوت دلوقتي، اللي كله بيتحول ديجيتال بطريقه مرعبه، ومش عارف يعني ايه تسويق او ديجيتال ماركتنج. اتعلم التسويق المجاني وتعلم المدفوع، وجرب تجازف بفلوس ووقت ومجهود علشان يبقى ليك وجود على النت. لو التجاره بتاعتك دلوقتي بتعملها اوفلاين، انت غصب عنك هتتحول اونلاين. ويا فندم تيل ويند كرييت اداه محترمه جدا، هتوفر عليك وقت ومجهود. السكادولينج بتاعهم او الجدوله حاجه طبعا من زمان معروف ان هي حلوه. لو حابب تصرف فلوس في الاداه ديت انا بنصحك بدوت. لو حابب تجربها بشكل مجاني برضو دي حاجه ترجع لك. يعني بصراحه اللينك اللي تحت لينك افيليت، لو اشتركت منه انا ممكن استفيد، يعني الشركه هتكافئني بشكل معين. ما اشتركتش منه عادي، المهم تستفيد يعني. ركز مع الحديث. السلام عليكم.